ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه النهارده؟ شايفين درجة الحرارة النهاردة عالية ازاي؟ بيقولوا طول الاسبوع ده الجو هيفضل حر كده. يلا هانت خلاص، شهر 8 اهو هيخلص. احنا في بدايته اهو. وشهر 9 وخلاص كده ان شاء الله ايه نودع بقى الصيف والحر ويجي بقى الشتاء حبيب الملايين. تعالوا بقى النهاردة معايا نعمل الغدا مع بعض. تعالوا بقى نعمل النهاردة غدا حلو كده. نعمل طاجن بامية ونعمل رز بشعرية. بصوا، انا اول مرة اعمل البامية في بيتي لان انا ما بحبهاش اصلا، ورحت دقتها عند ماما وعجبتني جدا. فقلت ايه يعني اعتمد على نفسي بقى واعملها في بيتي بقى. فدي اول تجربة ليا ان انا اعملها في البيت. بصوا ننزل بقى البصلايه. نحط هنا الشعريه، الرز، حبه زيت مع السمنه كده. نقلب كده البصلايه، نشوف الشعريه. عايزه اقول لكم على حاجه، لازم الواحد ما يحكمش على الاكله غير لما يدوقها بجد. ودي حاجه انا اتعلمتها من كذا حاجه ما كنتش بحبها ما كنتش بديها فرصه. يعني انا ما كنتش بديها فرصه ان انا ادوقها. لا بجد لازم الواحد يدي فرصه للحاجه اللي قدامه، اي حاجه في حياته لازم ندي فرصه للحاجه، نشوفها حلوه وحشه. احنا بنحكم على الحاجه من بره، لما احنا لو شفنا الحاجه يمكن تطلع حلوه. بجد فيها كذا حاجه ما كنتش بحبها، يعني في كذا حاجه ما كنتش بحبها واديتها يعني دقتها، لا لقيت طعمها حلو، لقيت ان انا فايتني كتير قوي. طب انا ليه فايتني كده كتير؟ فالحاجه بجد والله لازم ان احنا نديها فرصه احسن من ان احنا ما نديهاش فرصه. هي الحياه كده يعني. بس البصلايه كده تصفر تاخد لون كده. قولوا لي بقى انتوا بتعملوها ازاي؟ في ناس بتسلق اللحمه بصلصه، بتعملها الصلصه العاديه بتاعه الباميه، بصلايه وكده وتحط فيها اللحمه تستوي وبعد كده تنزل عليها بالباميه. في ناس بتعملها كده وفي ناس بتعملها كده. قولوا لي بتعملوها طريقتكم ازاي بالكومنت، بتعملوها ازاي، وايه الاكلات اللي انتم ما كنتوش بتحبوها ولما دقتوها بجد قلتوا ازاي كده زيي، ازاي كان فايتنا كده الاكله الحلوه دي. عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش الشطه في الاكل، بس لما دقتها عند ماما وهي حاطه عليها نسبه شطه كده بسيطه، لا بجد طعمها حلو. ولا عشان ماما اللي عاملاها؟ عايزه اقول لكم على حاجه، انا يعني مش عارفه انا لوحدي ولا الموضوع ده عند كله. انا بعمل حاجه في بيتي تبقى حلوه، بعملها جميله، بس اروح ادوقها عند ماما بتبقى احلى واحلى. ليه بقى؟ معرفش، مثلا عشان ماما اللي عاملاها، مش عارفه. ربنا طبعا يخلي امهاتنا كلنا، بس بتبقى الاكل ليها طعم تاني خالص. حبه ميه بس بسيط كده، حط الملح كده. احنا خلصنا الرز. نشوف بقى البصلايه اخدت كده لون مصفر، ننزل بقى فصين توم، اهو. التوم بس ايه يطلع ريحه كده للتوم،
ان هو استوى شويه. ما تنسونيش بقى يا بنات في الشير واللايك، وتفعلي الجرس كده الكومنتات بتاعتكم الحلوه، عشان القناه كده تكبر بيكم حبايب قلبي. ننزل بقى بالطماطم اهو. ننزل بحبه ملح، حبه فلفل اسمر، حبه كمون صغيرين خالص، حبه شطه زي ما ماما كانت عاملاها. عايزه اقول لكم ان انا اول مره في حياتي احط شطه في اكلي، بس هي كانت حلوه قوي بصراحه اهو. نسيبها بقى تتسبك كده وارجع لكم تاني. كده بقى الرز خلص، نضرفه اهو. بصوا الحلاوه والقمر. بصوا الرز مفلفل ازاي. شوف بقى الباميه انها خلصت، نغرفها بقى. ثواني اقول اهو. حطينا طبعا اللحمه في الصلصه دي، حطينا كده اللحمه في الصلصه اهي. اللحمه اهي. بصوا القمر. دي اكلتنا النهارده بنات. ما تنسونيش في الشير واللايك والكومنت والاشتراك وفعلوا الجرس. باي باي حبايبي.